انا اكبر عميل لبنك الامان. القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوائد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ في ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، واديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاده الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليه تجميل. اللي عايزه تكبر حاجه، اللي عايزه تصغر حاجه، اللي عايزه تشد، والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%، هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لكن الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. ايه يا ام ابراهيم، ايه ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعت مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا، اصل النهارده نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني شويه شغل كده، يلا ايوه شويه شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان شويه نار حلوين. ايوه بس كويس قوي يا حلمي. كام حديده كده من النار بتاعتهم، التليفون في حتت مبلوله والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجات زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي. لا، مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان. ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه. دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه بس الدخان كله اتسحب. يا حلمي، امر يا فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. مليانه كيوي تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجهز فورا يا فندم، تجهز فورا بسرعه. عندنا. اولاد مين؟ اولاد حضرتك هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه. ده اول واكبر مشروع للثروه الحيوانيه في مصر والعالم العربي. ده للانتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمه موجوده بوفره في الاسواق. المعزه دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي، ايوه يا فندم. بتفضل لك معزه صغيره تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت بس حتت تكون كويسه وتوديها للباشوات في البيت.
يلا انت وهو من هنا. مين دول يا ابو حسام؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الماس يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ في ايه؟ ماس يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حالتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه على كام جزع على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي عملت اشعه؟ نعم. اشعه اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني تشد حيلك كده وتخليك يعني التكبير بتاعك يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. ماشي. لا حول ولا قوة. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابوس ايدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي. اشوف ولادي. لا هنا زيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب 60 نيل، انت تتحيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الإدارة الجديدة متربسة قوي. هو في إيه؟ هي البقرة لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا إيه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعثرنا شوية، إيه يعني؟ الدول نفسها بتتعثر. اهلا محسن بيه. نظام باشا في انتظار سعادتك. ميرسي يا شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، وحب يعمل لك شويه شوشره، ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريكي يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا. بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا حبيبي؟